السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله، والله حياكم. طبعا شاشة ماليبو أو عامة الشاشات اللي زي هذه الآن جميع السيارات لازم تستخدمها عن طريق الجوال ومدري شلون، على أساس أنها تطلع ملونة إذا كانت مهم ملونة. لكن بعض الناس يجيك يغير وهو ما يدري. طيب تأكد قبل لا تغير يا ناس. فيه مشكلة الناس كثير تواجهها، يغير وينسى هذه المركبة. شفتوا هذولي؟ هذا التحكم بالبيبان زين، وهذا التحكم في الهواء وفي الصوت وفي كل حاجة تتحكم فيها عن طريق الشاشة. حتى الأنوار برا تقدر توقفها، تقدر تحط مثلا إذا نسيت المفتاح معك ونزلت، أو مثلا كان زميلك يسوق أو أي شخص يسوق السيارة ونزل وناسي مفتاح معه، تضرب بوري السيارة تعطي نغمة على أساس يعني ترى المفتاح مو موجود في السيارة. فهل الخدمات بعض الناس يبيع ولا يدري عن هذه، وبعض الناس يشتري عفوا وبرضه ما يدري عن الخدمات ذي. هل هي موجودة الخدمات ذي؟ قبل اشرط عليه هي موجودة زين عازم، هي موجودة الله يستر عليه. لا تروح عليكم الخدمات حقت السيارة، نصيحة. طبعا بعض الناس يقولك لا أبغى شاشة مثلا عشان إذا دقيت رايوس أشوف اللي وراي. طيب عندك برضو هذه مراية في النص، صح؟ تقدر ولا لا؟ تقدر تخليها اللي تيجي فيها مراية، عفوا شاشة هنا صغيرة، وشبك لك ذا. وترى هذه على فكرة أفضل من ايش اسمها حقة الماليبو. هذه أفضل مليون مرة على فكرة. ليش؟ هذه أول شيء أنا ماخذها حقة يوكن، تقدر تستخدمها تظلم أو مثلا تزود إضاءتها أو كذا. أوكي دقيقة أنا جوالي بيطفي، والمشكلة إذا شبكته على الشاشة بيقلب مع الشاشة.